نصير مزراوي لاعب الفريق الوطني المغربي ومدافع نادي بايرن ميونخ نشر مؤخرا فيديو على حسابه في انستغرام يعبر فيه عن دعمه للفلسطينيين في نزاع مع إسرائيل. يظهر في الفيديو علم فلسطين يرفرف مصحوبا بصوت يقول: اللهم انصر إخواننا المضطهدين في فلسطين حتى يحققوا النصر، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشف مصابهم. وعلق المزراوي على المنشور بقول كلمة آمين. كاملين كنعرفوا هاد السيد نصير مزراوي. الحمد لله نبدا بها. اللاعب المغربي اللي كيلعب حاليا في بايرن ميونخ الالماني والمنتخب المغربي. هاد اللاعب اللي داير ضجه كبيره في العالم ومحتاج الدعم ديالكم. علاش؟ حيت داكشي اللي كيتسناه من الالمان وصهاينه العالم ربي اللي عالم به. اللاعب اللي تضامن مع خوتو الفلسطينيين في ستوري في انستغرام، وهو حاليا مهدد وتقدر تنتهي المسيره ديالو. فتخيل معايا انه وصل بهم الحال يوصفوه بالارهابي. يا اخوان، نصير مزراوي في المانيا متهم بتهمة الارهاب ويمنع منعا باتا دخول اراضي الالمانية، على نادي بايرن ميونخ طرده خارج النادي والدوري، وعلى الاتحاد الالماني معاقبة ابن المغرب. مزراوي اللي معروف بزاف عربيا وعالميا بانه من اكثر اللاعبين المسلمين تقربا من الله سبحانه وتعالى. الحمد لله نبدا بها. هادشي من الله. نعاودها الحمد لله. شغان نقول Half jaar geleden denk ik ben ik begonnen met het lezen van de Koran weer. Daar ben ik mee begonnen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالدعم ديالو للقضية الفلسطينية خلاه يتجمع عليه النحل، وهو حاليا محتاج الدعم ديالنا، وهذا الشيء معروف على أبناء المملكة المغربية الشريفة. والمغاربة الأحرار لا تؤثر فيهم تقلبات الظروف رغم قساوتها أحيانا، بل تزيدهم إيمانا على إيمانهم وتقوي عزمهم على مواجهة الصعاب ورفع التحديات. وفي الأخير كلنا نصير مزراوي.